السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت ليلتكم بكل خير. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الملعب. هذه المرة الملعب يأتي من داخل الملعب الذي ستشهده الكثير من الأنظار وسيشدها في الأيام القادمة. هذه الحلقة استثنائية ستكون لأننا على مقربة من مواجهة منتظرة في نصف نهائي دوري الأبطال الآسيوي. الاتحاد والأهلي وجها لوجه في معترك آسيوي. نامل إن شاء الله أن يكون في النهاية وفق الانتظار والمأمول، ونامل إن شاء الله أن يكون الفريق المتقدم للمباراة النهائية قادرا على تحقيق اللقب والعودة به إن شاء الله. يقال عادة أن الأمكنة تحتفظ بكثير من الأحداث وترتبط بها، بل أن التاريخ حينما يروي الوقائع والأحداث لابد أن يستحضر الزمان والمكان. الليلة نحن في المكان الذي ينتظر حدثا هاما بين الاتحاد والأهلي. لعلنا تابعنا في الفترة الماضية كيف كانت الأمور بين الجانبين أو في المعسكرين. حينما زادت حدة التوتر والانفعال جاء صوت العقل وصوت المسؤول في الجانبين ليخفض من كل هذا وينهي هذه الأزمة، بل ويذيب كل الانفعالات والتوترات التي حدثت، وكأنه جاء فعلا ليقول أن الرياضة فروسية، أخلاق في التنافس والتعامل والتعاطي مع أحداثها. تبقى فوز وخسارة، في النهاية نخرج منها بتهنئة للفائز والمباركة له وتقبل الخسارة ممن لم يحالفه الحظ. هكذا جاء صوت العقل، وهو الذي ساد بحضور اسمان كبيران هما رئيس النادي الأهلي ورئيس نادي الاتحاد في القناة الرياضية السعودية. منذ تلك اللحظة ومنذ أن صدر البيان المشترك بين الناديين تبنينا من خلال برنامج الملعب، ولعل الزميل العزيز عادل الزهراني كان قد بدأ هذا الأمر بأن يكون لنا الحضور من خلال الترتيب لمسألة خاصة بتفعيل هذا البيان المشترك والوصول به إلى المرحلة المميزة. الليلة يسرني بترحاب كبير أن أرحب بالأمير فهد بن خالد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. سمو الأمير أهلا وسهلا، سعداء بتواجدك. يا أهلا وسهلا، رجانا لسعيد أكثر بوجودك، وجود أخي العزيز المهندس محمد فايز، الكابتن القدير الكابتن حمزة إدريس. أيضا أرحب بالمهندس محمد فايز، أهلا وسهلا بالمهندس. مسيك بالخير أخ رجاء، ونرحب بسمو الأمير والأخ الكابتن حمزة إدريس، وإن شاء الله تكون ليلة سعيدة على الكل. فرصة طيبة. أرحب بالكابتن حمزة إدريس المحلل في القنوات الرياضية، وهو واحد من الأسماء التي لابد أنها حاضرة في ذاكرة الاتحاديين. أهلا وسهلا يا كابتن. الله يسلمك، وأنا سعيد بتواجدي وتواجد قمة الهرم الأهلاوي والاتحاد. كان من المفترض أن يكون معنا الدكتور عبد الرزاق أبو داود ليكون متواجدا، وهو الاسم الذي يحتفظ به الأهلاويون كثيرا، لاعب والسعوديون أيضا، لاعبا وقائدا ورئيسا للنادي الأهلي في فترات سابقة، وأيضا عضوا شرفيا فاعلا. على أي حال، قبل أن أبدأ لابد أن نشير إلى أن فوجئنا أثناء التواجد هنا أن الأمير فهد بن خالد والمهندس محمد فايز حضرا معا في سيارة واحدة. لا أدري سمو الأمير حضرتوا تدريب واحد ولا رحتوا للتدريبين؟ لا والله، تلقيت مكالمة من أخي المهندس محمد، طلب منا أن نأتي سويا. ما في شك أنه شرف لي أني أتواجد مع المهندس محمد، وبالعكس أنا ما أظن أن فيها أي شيء زيادة أكثر من أنه هذا الطبيعي، والله الحمد بيننا كأبناء وطن واحد. أنا قلت يا مهندس أنكم حضرتوا تدريب للاتحاد وللأهلي وبعدين بالعكس، أنا كنت تدريب في النادي وسمو الأمير كان في تدريب النادي، واتصلت بسمو الأمير على أساس أنه نبين الوجه المشرق الحضاري لجميع أبناء هذه البلد وهذا الوطن. ترى يعني إحنا إخوان قبل ما نكون أي شيء، وما حابين إنه يزيد التوتر اللي صاير في الشارع الرياضي. مهندس، يمكن حتى كل من قابلتهم أو تحدث معهم ونفس السؤال هو سيوجه للأمير فهد، الكل يتكلم عن أنه يرغب في الاتحاديين، أتحدث الأصدقاء والأعزاء ومن قابلتهم، يريدون الاطمئنان على استعدادات الفريق. اليوم يعني التدريب ما قبل الأخير، غدا التدريب الأخير قبل المباراة التي ستكون على هذا الملعب. لا أعرف أولا كيف يمكن لك أن تطمن الجماهير الاتحادية؟ الحمد لله على استعدادكم. استعدادهم جيد جدا الحمد لله، ويعني في آخر تدريب يعني اللي في النادي اليوم واصل إنه يعني نفسياتهم عالية جدا، وداخلين بروح رياضية، يعني داخلين يقولوا التنافس في الميدان. ما في إصابات، ما في
والله يعني انت سمعت والصحافه عارفه هذا انه الاخ الكابتن نايف عنده ورم في الركبه شويه، الان بيكشفوا عليه بالام ار اي الرنين المغناطيسي يشوفوا انه يستطيع يلعب ولا لا. ولكن انا اقول لك انه سلامه اللاعب اهم من اي مباراه، يعني ما اجازف بلاعب ينزل المباراه عشان يعني نجم ولا شيء وينصاب، فالشوكه تألمني زي ما تألم اي لاعب. صحيح. سمو الامير، نفس الكلام، استعداداتكم مثل ما في نايف هزازي وحديث عن اصابته، فيكتور الحديث عن اصابته ايضا. والله الحمد لله ما في شك ان الفريق لا يعتمد على لاعب واحد، يمكن الكابتن حمزه ياكد لنا هالكلام. عمر الفريق ما يعتمد على لاعب، سواء فيكتور في الاهلي او نايف في الاتحاد. اذا لم تكن جاهز 30 لاعب لم يكونوا جاهزين لغمار موسم كامل فلن تنافس. لسه احنا بالنسبه للاعبين المصابين في اكثر من لاعب غير فيكتور، لكن الى الان لم تحدد امكانيه مشاركاتهم او من عدمها. ستحدد ان شاء الله غدا باذن الله، حيكون القرار النهائي للجهاز الفني والطبي، على ضوء اللاعب الجاهز هو اللي حيلعب المباراه. في لاعبين اخرين؟ اي نعم، في لاعبين او 3 كمان عندهم اصابات. اي والله. لكن نقول ان شاء الله باذن الله انه يعني هذه كلها تبين بكره. لا ننسى انها المباراه الاولى، لسه باقي المباراه الثانيه. صحيح. فالاستعداد لا يمكن ان يكون المباراه واخسر اللاعب في المباراه القادمه، وربما ان شاء الله التاهل المرحله. من هم اللاعبين الاخرين؟ فيه وليد باخشوين، وفيه عبد الرحيم الجيزاوي، في كذا لاعب. طيب كابتن حمزه، نتكلم عن مباراه مثل هذه، وش المطلوب اليومين هذه؟ يعني الان قبل 48 ساعه يفترض للناديين او للجانبين، وش المطلوب؟ والله شوف، المباريات هذه دائما يلعب فيها الدور التهيئه النفسيه اللي قبل المباراه اهميه قويه. انه اللاعب كيف بيهيئ نفسه، الاداره، الجماهير، البعد عن الضغوطات النفسيه. شوف مباراه الديربي مو شرط اللي افضل فنيا هو اللي يكسب، الاهدى اعصاب، الاكثر تركيز، الجانب البدني، المجهود البدني داخل الملعب هو اللي حيحدد. دائما انا يعني شاركت في مباريات كثير من اتحاد اهلي، الفريق خاصه المباراه الحاسمه مباراه الكؤوس، الفريق اللي بيكون بيعاني قبل المباراه اكثر ممكن يكسب داخل الملعب، مو شرط اللي ظروفه افضل هو اللي حيكسب. يعني الجانب النفسي جدا جدا مهم، بالاضافه طبعا الامور الفنيه، انك انت كيف تكسب المباراه. هذه مباريات ما هي مباريات انك انت تلعب كوره وتقدم مستوى فني، انت مباريات اهداف ومباريات نتيجه. طيب مهندس، قبل ما ندخل في استعداداتكم للمباراه، انتم كان بينكم بيان مشترك، والحقيقه هذه كانت خطوه ما ادري اذا نقول انها جاءت متاخره، كان المفترض من وقت مبكر. والله شوف، نعم يمكن اوافقك الراي انه لازم تكون مبكر اكثر من كده، ولكن انا شخصيا لم اكن اتوقع التأجيج اللي صار من الاعلام والجماهير. هذا اللي خلى البيان يتاخر. ولا انه احنا متفقين ان سمو الامير لما غلبنا في جوانزو زهم علي وهناني بدون سابق انذار، لما انغلبوا هم هنا زهمت عليه وهنيته، وقال يا مهندس محمد يا ابو حامد ترى المنافسه في الميدان، قلت له نعم القول، منافسه في المستطيل الاخضر وبرا ان شاء الله ما تكون في مشاحنات، وقلت له وريني فريق في العالم كله كسب كل البطولات، ما في. صحيح. فبالتالي اعتمدت انا شخصيا، واعتقد سمو الامير كذلك، انه هذه راح تكون الروح السائده في الموضوع. لكن لما زادت الشحنات في الشارع الرياضي وكذا، يعني ولو جاء متاخر شويه، اضطرينا نطلع البيان. هذا اصلا نيتنا، نطلع البيان المشترك، واللي الحمد لله قوبل من جميع الاوساط اعلاميا وجماهيريا، انه بيان راقي ويعني يمت لناس اخلاقهم الرياضيه عاليه. سمو الامير، من اقترح البيان، ولا كان فكره مشتركه ولا؟ لا والله كان في تواصل بيننا وبين الاشقاء في اداره نادي الاتحاد، بس فعلا تاخر ولا لا؟ والله انا اتفق مع ابو حامد انه يعني احنا لا نتنبأ باللي كان اللي صار بعدين، يعني ما حد توقع انها ممكن تصل الى اللي ما وصلت اليه. فلما شفنا هذا كان في تواصل دائم بين اداره النادي الاهلي واداره نادي الاتحاد، فكان هذا القرار مشترك بكل امانه يعني. وطلع هذا البيان اللي الحمد لله يعني اتمنى انه يكون له دور ايضا في تهدئه الجماهير.
عموما ابو خالد انا ودي اقول كلمه جدا مهمه، مباراه جدا مهمه للاهلي والاتحاد، مباراه توصلك الى كاس اسيا. صحيح. اللي نطمح احنا والاشقاء في الاتحاد، ان نحققه يعني. فلا يمكن ان نذوب المباراه من حرارتها يعني، هذا مو هو صحيح، لكن الاصح ان نقدر نكسب في الملعب وخارج الملعب. يعني الفريق المباراه الاولى حتكون في ارض الاشقاء في نادي الاتحاد بحضور 90% من جماهير الاتحاد، وهذا حق يكفل لهم نظام البطوله. المباراه اللي بعدها حتكون في ارض الاهلي، جماهير الاهلي حيكون 90% ايضا. احنا لا يمكن انه يعني نخليها مباراه تكريم او مباراه اعتزال، هي في الاخير مباراه قائمه بحد ذاتها ولها ثقلها يعني. ومن الافضل انها تكون في مستوى يعني القوه والحماس، هذا اكيد. هذا صحيح. بس نتكلم عن انها احيانا تخرج لا نروح ابعد من كذا. صحيح. لا نروح ابعد من كذا. حلو منظر جماهير الفريقين في الملعب، دعمهم انديتهم، هذا جدا مهم، لكن في حدود تعاليم ديننا الاسلامي قبل اي شيء اخر. الاساءه مرفوضه من الجانبين، الشحناء الزايده مرفوضه، فهذه كلها احنا لا احنا في اداره النادي الاهلي ولا الاشقاء في اداره نادي الاتحاد انه لا يعني من جد ما نتمنى نشوفها موجوده في المباراتين ان شاء الله. سمو الامير، هي مرتبطه بجماهير ولا مرتبطه بطرح ولا مرتبطه بتصريحات ولا مشكله الحديث عن التقسيم المدرجات هي اللي فعلت هذا الموضوع؟ لا، احنا عندنا هنا عاده في الوسط الرياضي ربط الامور في بعضها يعني. رجعنا الى موضوع تاجيل مباراه الاهلي والاتحاد، رجعنا موضوع التقسيم، هو نظام طرحت فكره رفضت من الاشقاء في الاتحاد، انتهى الموضوع. قاعد الاعلام يتكلم فيها تقريبا اسبوع او 10 ايام. طب ليش؟ يعني ايش القضيه اصلا؟ ايش القضيه في الموضوع؟ فكره طرحت من مكتب رعايه الشباب في جده، رفضها الاشقاء في نادي الاتحاد، انتهى الموضوع تماما. ليش صارت هذه مشكله؟ ليش صارت قضيه؟ منها بدات المواضيع تتوتر اكثر. المشكله الاكثر الان اللي يعاني منها ابو حامد واحنا جايين سوا في السياره، كان يحكي لي عن موضوع توزيع التذاكر وسعه الملعب، يعني احنا حنعاني منها المباراه القادمه ايضا. صحيح. فكل هذه المشجع الاتحادي الان في قمه توتره عشان تذكره. فما بالك يعني هالتوتر يكون له تبعات، سواء حضوره او غيابه حيكون مؤثر عليه. فهي عده عوامل يعني. انا اتمنى من الاخوان برضو الاعلاميين، وانه مع انه ما بقى الا يوم واحد على المباراه يعني، لكن بعد المباراه هذه انه لا تكون المباراة القادمة أيضا في نفس حدة الطرح والنقاشات. للأسف في تويتر، في كل وسائل التواصل الاجتماعي فيه يعني فيه نغمة للأسف ما هي محبذة من الجميع. مهندس، أنت تابعت الطرح الإعلامي وتابعت تفاعلات موضوع التقسيم، يعني في النهاية تشوف فعلا أنها صعدت المسألة أكثر من اللازم؟ أعتقد، لأنه لما قلنا للأخوان في النادي الأهلي إنه التقسيم حيكون حسب النظام لنا ولكم، وافقوا على الكلام ده وقال لك هذا النظام. إنه ثاني يوم يطلع الجمهور أو الإعلام إنه يقول أنت خصتوا أنتوا البلد واحدة و50 وما 50، يعني حتى لما كلمونا الصحفيين يقولوا يا جماعة الموضوع انتهى، خلاص انتهى بحسناته وبسيئاته، انتهى. نعم. فبالتالي تأجيج الجمهور أو تأجيج الرأي العام بطريقة غير مباشرة أو مباشرة حتى مو صحيح. فأنا كمان اليوم أبو خالد يعني أقول لك انتهى الموضوع، لا نجيب سيرته ثاني. لا بس أنت مهندس، أنتم يبدو عانيتم وهي نفس المعاناة يبدو لي ستحدث عند الأهلي، ويمكن تتكلم عنها يعني أعتقد هم يستفيدوا من التجربة إنه إحنا عانينا وانتهينا، هم إن شاء الله ما يعانوا. بقول لك الكلام ده. لا بس الصعب بعد ذلك أبو خالد، صعب أبو حامد إنه العالم تطرح إنه لين متى إحنا حنقعد في هالفوضى، لين متى. المشكلة ما في حلول، ما عندك حلول. يعني أنا اللي أعرفه مثلا استخدام منافذ البيع في الملعب ممنوعة. يعني أذكر جربناها قبل العام، كنا طلبنا إنه يكون بيع التذاكر في منافذ يعني او توزيع التذاكر يوم المباراة. تقصد يوم المباراة قبلها بيوم يكون التوزيع هنا، على اساس انه لا يكون الضغط على النادي. وهذا ما عانوا الاشقاء في نادي الاتحاد هذا الموسم، وكان لنا تجربة ايضا مع الاشقاء في نادي الاتحاد قبل موسمين في نهائي كاس الملك. فالآلية انك توزع، وبعدين الكمية انت عندك كم؟
15,000 تذكره لجماهير نادي الاتحاد اليوم بكره بعد بكره 13,000 13,000 واللي عندك فوق ال 100,000 فشيء طبيعي انه تحدث المشاحنات، شيء طبيعي حيحدث تكسير بيبان. لكن انا اتمنى من الاخوان اللي يعني ينظروا انه هذه طرق باليه و انهم يعطوا الحلول افضل من انه بس ينظر وبدون حلول. احرجتكم كثير مساله التذاكر يا مهندس. اكيد. وبعدين زي واحد يعني مقاس رجله 42 تقول له جزمه 35 تقول له البس. مستحيل يا اخي، مستحيل. صحيح. فانت شايف الملعب قدامك وانت شوف عجبت بالملعب. الملعب ده لما كنا في جوانجو 50,000 ومليان للآخر. 9 شهور إن شاء الله الملعب يكون جاهز، 9 شهور يكون الملعب جاهز. التوسع 9 شهور برضو يا أخي، ولادة المرأة في 9 شهور كمان. خلونا من ال9 شهور جماعة. يعني أنا بقول أقترح لوزارة الإعلام في أشياء زي دي لها قبول جماهيري ممتاز. شايف ألا نعم ألا يعني ليش ما ندور الحلول البديلة؟ الحلول البديلة أني أرى أنه يا أخي الشاشات الكبيرة شفناها في كل محفل أولمبي ولا محفل في مباريات ضخمة، أنه في وزارة الإعلام أو الجهات المسؤولة تضع شاشات كبيرة تخفف من حدة في الميادين العامة خارج الملعب. يعني هذه النقطة قبل ما نبدأ. وأنا أعتقد في الملعب أنك تستنى 9 شهور راح يجي مباريات أخرى صحيح للنادي الأهلي والاتحاد، ومحتاجين حلول مو الواحد مو مع بعض، مع فرق أخرى تجيك مع الهلال مع النصر مع الاتفاق حيجوا يتملوا الملعب، راح يصير نفس المشكلة. صحيح. فيعني لو وزارة الإعلام تتفضل ويسوي الكلام ده، يعني الأمير تركي السلطاني يعني يساعدنا في الشيء ده ويسووا كم شاشة 3-4 شاشات برا، يصير الجمهور على الأقل ياخذ 4 أضعاف من في الملعب. أظن هذا حل قبل ما تصير توسعة الملعب 9 شهور، وحيكون كم 35,000 برضه صغير. صحيح. طيب حمزة، أكيد أنت في هذا المكان استرجعت الذكريات ولا لا؟ مو لازم ترى ذكريات حلوة. لا حينزل يلعب. بيقول لي الامير فهد يعني تنزل تلعب، قلت له مو في صالحكم بس. هذاك اول حمايه. يلا حمزة، مباراة للاتحاد والأهلي وفي نصف النهائي لقارة آسيا، أكيد أنها ما أعرف إذا كانت لها ضغوطات معينة غير ضغوطات الديربي العادي اللي احنا نتابعها دائما. لا أكيد أنت كلاعب أكيد يعني، وخاصة في الوقت الحالي يعني أنت بتتكلم على فريقين في القمة يعني سواء بيقدموا مستويات جيدة داخل في المسابقة المحلية على المستوى الآسيوي، قدموا وطلعوا أفضل فريقين، يعني أفضل فريقين حقيقة في المجموعة كاملة، سبهان وجوانزو، يعني هذول أقوى فريقين. والفريق اللي حيوصل الفريق السعودي اللي حيوصل للنهاية هو الفريق المرشح. صحيح. التنافس بين اللاعبين حيكون قوي، لكن برضو في نقطة مهمة تقع على عاتق اللاعبين في ناحية تهدئة الجماهير حتى داخل الملعب. حقيقة اللاعب لابد انه يحط فكره ان المباراة دي مباراة حساسة، نحن ابناء وطن. في حركات احيانا تصدر من بعض اللاعبين داخل الملعب هي اللي بتسبب في تأجيج الجمهور. انت بتلعب 90 دقيقة، في الاخير هذا زميلك، بتحاول انت تكسب وهو يحاول يكسب، والتوفيق اللي بيكتبه لي ربنا للفريق الفائز كلنا بنقول له مبروك. هو في الاخير اهم حاجة انه الفريق السعودي اللي حيوصل للنهائي يوصل بكامل عافيته، يكون قادر على تحقيق اللقب. طيب. اللاعب ليه طموح على مستوى الشخصي. هنا اللاعب النجم، اللاعب اللي عنده الكاريزما القوية، هنا حضوره الجماهير بتتغنى بلاعبها على المباريات الصعبة. اللاعب اللي يكون قادر انه هو يحسم المباراة هو اللي بيمتلك قلوب الجماهير. لكن اهم شيء اللاعب كيف بيجهز نفسه للمباراة. احيانا في اوقات كثير لاعبين بقلة خبرة بيتحمس قبل المباراة بشكل قوي، يدخل داخل الملعب ما يكون قادر حتى على انه يجري داخل الملعب ويقدم اي مستوى. لازم اللاعب، انا شخصيا كنت هيئ نفسي ان ابعد عن التفكير عن المباراة نهائيا. يمكن يبدا تفكيري في المباراة ويبدا تركيزي للمباراة ونحن متجهين من النادي للملعب. يكون عندك قبل ما يكون عندك. انا سياستي مثلا ممكن لاعب اخر عنده طريقة معينة يعني يهيئ نفسه، لأنه التهيئة النفسية مهمة جدا جدا في المباراة. المباراة مشحونة أساسا بطبعها، ما أنت محتاج أنك أنت تحفز نفسك، الحوافز موجودة.
الملعب مليان، الجمهور، المكافآت اللي حترصد، المتابعة الإعلامية، حديث الشارع سواء قبل المباراة أو بعد المباراة، هذه كلها أشياء محفزة للاعب. فهنا أنت محتاج أنك تكون أكثر هدوء. رصدتوا مكافآت سمو الأمير؟ شيء طبيعي للاعبين. إيه أكيد. للذهاب ولا للمباراتين يعني؟ لا مجمل المباراتين تأهل. مهندس نفس الشيء رصدتوا مكافآت إن شاء الله. احنا كنا نتمنى انه الجمهور او رابطه الاتحاد تكون موجوده مهندس معنا. والله انا تكلمت مع الاخوان ويعني اكدوا لي انهم جايين في ظروف صارت الله اعلم بها. احرجتهم مساله التذاكر يمكن بدرجه كبيره؟ ما اقدر اعلق، انا اقول لك يعني ظروف يعني يمكن اسال عنها بعدين، بس انه اقول لك انه ايش اللي خلاهم ما يجوا. على اي حال اللي حضروا معلش نعوض الغياب الرابطه بالدكتور يعني. على اي حال يعني اللي حضروا من جمهور الاتحاد ومن جمهور الاهلي احنا نحييهم جميعا، وحقيقه يعني نسعد بهم، لانه في النهايه احنا نتعامل على ان للاتحاد وللاهلي كل المحبه والتقدير، ونسعد كثيرا بالجماهير في الجانبين. ما اعرف اذا كان سمير ولا رياض. اوكي نذهب اذا الى سمير نتابع معه مع رابطه الاهلي. تفضل سمير. شكرا زميلي رجاء الله السلمي، مسي عليكم، مسي على ضيوفك الكرام سمو الأمير فهد بن خالد رئيس النادي الأهلي، والمهندس محمد الفايز رئيس نادي الاتحاد، والكابتن الخلوق الكابتن حمزة إدريس. نعم نتواجد الآن في مدرجات السادة الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة قبل انطلاقة الديربي السعودي الآسيوي ب 48 ساعة. تواجد هنا بالتحديد مع جماهير النادي الأهلي، رئيس الرابطة الأخ سعود برقاوي ونائبه بدر تركستاني. أبو فهد أول شيء مسي عليك. جميل جدا اليوم حضور رئيس الأهلي ورئيس الاتحاد في سيارة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أول نشكر بصراحة القناة الرياضية السعودية على هذه الاستضافة الجميلة وعلى هذه البادرة غير مستغربة طبعا على المسؤولين في القناة السعودية، وعلى رأسهم صاحب السمو الأمير تركي بن سلطان والأخوان القائمين على البرنامج. والوضع اللي صار يعني احنا لازم نكون أبناء، طبعا الشيء المعروف عنا احنا أبناء وطن واحد واحنا لحمه واحده، يعني المفروض انه هذا امر مفروغ منه يعني بصراحه. والاتفاقيه اللي تمت مؤخرا بصراحه يعني هذا برضه يدل على حكمه وتحكيم العقل بصراحه من رؤساء الانديه سمو الامير فهد بن خالد والاستاذ محمد الفايز، ونشكرهم على هذه البادره الجميله بصراحه اللي كان لها مردود ايجابي ومردود يعني بصراحه يعني وقعها كان حلو على الجمهور الاهلاوي والجمهور الاتحادي، لانه في مباراه الاياب حيكون الجمهور الاتحادي برضه نصيبه 20% من المال. انتم كجماهير اهلاويه المباراه تعتبر خارج ارضكم، نسبه التقسيم الملعب كيف كان استعدادكم انتم قبل المواجهه؟ والله طبعا احنا بالنسبه للمباراه على ارض اخواننا في نادي الاتحاد حيكون عندنا المدرج الجنوبي اللي هي 2000 تذكره لنا. استعداداتنا وترتيباتنا وتجهيزاتنا ان شاء الله للمباراه، مباراه الذهاب للحسم ان شاء الله حنحسمها ان شاء الله مباراه الذهاب، وحيكونوا ال 2000 شخص ان شاء الله حيغطوا على ال 14000 الجهه المقابله. روح معنويه عاليه. بدر تركستاني يعطيك العافيه. جماهير النادي الاهلي تتواجد قبل انطلاقه صافره الحكم ب 48 ساعه. استعديتوا انتم كجمهور كرابطه، اكيد لكم استعدادكم، لكم توجهكم في هذه المباراه. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعني فعلا يعني احنا مستعدين كامل الاستعداد. مباراه مهمه يعني اذا كانت هي في الدوري تعتبر مهمه، فما بالك في محفل اسيوي كبير نصف نهائي كاس اسيا بيننا وبين اشقائنا نادي الاتحاد، فان شاء الله يعني تظهر المباراه بصوره يعني جميله ان شاء الله باذن الله. ابو فهد يقول لازم تقولوا النشيد ولا ما انزل من عندكم؟ لا شيء طبيعي. نبدا بالنشيد يا اخوانا، نبدا بالنشيد يا حبايب. يلا 1 2 3. لك العهد والعشق والانتماء وخلفك نمضي صباحا مساء لتبقى مجيدا وفخرا وعيدا وصرحا فريدا يطال السماء. أيا قلعة المجد والمجد أهلي، أيا منبع الفن والفن أهلي، سفير الوطن شموخ وفن وعبر الزمان سنمضي معا، وعبر الزمان سنمضي معا، وعبر الزمان سنمضي معا. مجانين مجانين جمهور الأهلي بحبه مجانين. مجانين مجانين يعطيكم العافية شباب.
يعطيكم العافية. طبعا كانت هذه أجواء مدرجات النادي الأهلي، لنا رجعة مع الجماهير الأهلاوية، ولكن العودة الآن إلى الاستوديو التحليلي مع الزميل رجاء الله السلمي. رجاء الله الكلمة لك. شكرا سمير. هو استوديو الملعب وليس استوديو تحليلي، لأن اليوم حلقة خاصة واستثنائية، وسمير متعود على الاستوديو التحليلي ولأنه في الملعب. طيب سنعود للجمهور الاتحادي إذا كان جاهز فيما بعد، لأننا نسعد بتواجدهم معنا أيضا. سمو الأمير، ما أعرف إذا كان لكم استعدادات خاصة. طالما نتكلم عن الجمهور وسنذهب للجمهور الاتحاد، بس طالما جمهور الأهلي أعتقد الجهة الجنوبية. اي نعم، هي كامل الجهة الجنوبية حتكون لجماهير النادي الأهلي. صحيح. إذا تعطينا فهد فقط منظر على الجهة الجنوبية لمدرجات الأستاذ الأمير عبد الله الفيصل، هي الجهة المخصصة للجمهور الأهلاوي اللي هي الدرجة الأولى. هي تعادل كم نسبة 20%؟ تقريبا والله أظنها تشيل 2000 و 2200. 20% من تقريبا. اي نعم، أقل من 20%. 2200. اي نعم. هي نفس النسبة اللي فيما بعد ستكون اللي ستكون للاتحاد. للاتحاد. هذه مدرجات الدرجة الثانية، لا في الجهة الأخرى. في الجهة الأخرى. طيب على أي حال كيف ممكن توزع تذاكركم؟ لا، الأخوان في الأمانة وأمانة الأمانة العامة في النادي والعلاقات العامة والرابطة بدأوا بتوزيعها بتقسيم معين. بإذن الله نقول على 2000 مقدور عليها. المشكلة في اللي ما بعد 2000 إن شاء الله، لكن بإذن الله أن نجد لها حلول إن شاء الله. طيب هذا هو المدرج اللي نعم، هذا هو الأهلي. أعتقد أنه هذه المساحة اللي هي درجة. إلى وين قالوا لكم يا أمير؟ كيف؟ وقالوا لكم إلى وين بس؟ لا، هو الدرجة إلى تقريبا إلى السور، إلى السور الحديدي أول. نعم، السور أو الحاجز الحديدي الأول. هذا اللي يظهر معنا. هذه ستكون مخصصة للجمهور الأهلاوي. بعد ذلك كافة. لا، وفي المنصة في تقسيم أيضا، في مجموعة في المنصة ومجموعة في الممتازة. برضو نعم. شاملة نفس النسبة بالضبط. حتكون نفس النسبة في المباراة القادمة والمباراة اللي تليها إن شاء الله. في المقابل مهندس، أنت مؤكد أنك تنتظر مباراة الذهاب لأنها الحضور الجماهيري سيكون اتحاديا أكثر. تعني لكم شيء كثير مباراة الذهاب؟ لا اللي هي يوم الاثنين. يوم الاثنين حيكون الجمهور الاتحادي اكيد. صحيح. واحنا ان شاء الله في مباراه الاياب نرسل فاتوره للنادي الاهلي عشان تعلموا من تجربتنا وما وقعوا في الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها، يعني لازم يدعمونا. طيب نذهب الى رياض اذا كان جاهز مع الجمهور الاتحادي. رياض تفضل. مساء الخير عليك رجاء الله وعلى ضيوفك الكرام. نرحب برنامج الملعب في الملعب في هذا المساء، سعيدين بالاجواء الجميله التي تجمع جماهير الناديين وايضا رؤساء الناديين. من قبل الجماهير جميله هي بالفعل الاجواء استاذ رجاء الله. طبعا اليوم نستضيف جمهور نادي الاتحاد المضيف في المباراة الأولى ضمن البطولة الآسيوية، عضو شرف نادي الاتحاد الأستاذ فؤاد الأحمدي، مهندس المدرج الاتحادي والمهتم بشؤون الجماهير الاتحادية. نرحب فيك فؤاد ويعطيكم العافية على حضوركم، وشاكرين لكم تعاملكم وتفاعلكم مع برنامج الملعب وحضوركم. المباراة الأولى على ملعبكم 92 أو 90 تقريبا 90% المدرجات راح تكون لجماهير الاتحاد. كيفية تحضيراتكم جماهيريا؟ أو قبل ما نتكلم عن التحضيرات خلينا نتكلم الاتحاد والأهلي. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نحب نمسي على الضيوف البرنامج الكرام، رئيس نادي الاتحاد المهندس محمد فايز، ورئيس النادي الأهلي الأمير خالد بن فهد. طبعا فهد بن خالد عفوا. طبعا الاتحاد والأهلي من مدينة واحدة، شباب واحد، ممكن يكونوا حتى في بيت واحد. هذه المباراة تعتبر أول مباراة ديربي آسيوي. تاريخ الاتحاد والأهلي في لقاءاتهم تاريخ جدا كبير، بدأ مع بداية الرياضة السعودية. إن شاء الله هناك ما في أي شحن جماهيري، إحنا كلنا أخوان، نعرف أنه هذه إن شاء الله منافسة في أرض الميدان فقط. خارج الملعب احنا اخوان وحبايب ونجلس مع بعض. حنقول للفايز الف مبروك والخاسر حنقول له هارد لك. تحضيركم طيب للمباراه؟ والله ان شاء الله حتقدروا تعبوا الاستاد؟ اي نعم ان شاء الله باذن الله. الاستاد حيكون ان شاء الله جميع المدرجات هذه ممتلئه. هناك استعداد كبير حيكون في المدرج، عباره عن اعلام، عباره عن التيفو حيكون ان شاء الله هذه المره حيكون عباره نمور اسيا. ايضا نشكر الداعم الأول لمدرج نادي الاتحاد الأستاذ عبد الرحمن العطاس،
على دعمه وبإشراف الأستاذ صالح القرني. وإن شاء الله بإذن الله حيكون هناك في مفاجأة ما حنتكلم عنها، حنتركها للجماهير هي حتشوفها بإذن الله في الملعب بإذن الله. مفاجأتنا احنا ايش اليوم؟ والله مفاجأتنا أقول لك الجمهور يعني تعاهد إنه من الدقيقة الأولى ما حيسكت، يعني حيكون تشجيع جدا متواصل إلى نهاية اللقاء بإذن الله. الشباب ايش حبوا يسمعون اليوم؟ نشيد الاتحاد. هيا يا شباب نسمع منكم يا شباب. وطن 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 نادي الوطن اتي، وطن 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 نادي الوطن اتي، يا موطني والاتحاد هذا العميد نادي الوطن، هذا العميد نادي الوطن، وطن 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 نادي الوطن اتي، وطن 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 نادي الوطن اتي، يا موطني والاتحاد هذا العميد نادي الوطن، هذا العميد نادي الوطن. العب يا نتي واحنا وراكم، العب يا نتي واحنا وراكم، العب يا نتي واحنا وراكم. هذه هي الاجواء رجال الله. نرجع لك في الملعب هذه المره، مش استوديو التحليلي لكن نرجع لك في الملعب. شكرا رياض، شكرا لك، شكرا لجمهور الاتحاد، شكرا لجمهور الاهلي. اكيد ان سنعود لاخذ اراء. لدينا اليوم ايضا توقعات مهمه لابرز النجوم في الخليج، سنتابع كيف ينظرون لمباراه الاتحاد والاهلي، المباراه التي ستكون يوم الاثنين. مهندس، اكيد هذا الملعب بهذا الشكل يبدو فعلا يستعد لليله مختلفه يوم الاثنين القادم. اكيد. انت شخصيا وانت في هذا المكان، يعني وش السيناريو اللي يدور في ذهنك؟ كيف تفكر في هذا الملعب؟ واحنا في هذا المكان اللي لن يكون فيه مثل هذه الجلسه، سيكون ركض وسيكون بحث عن هدف وسيكون وصول الى شباك، وصول الى بطاقه ترشح. لا والله السيناريو انه يعني لعيبتنا ان شاء الله جاهزين، شايف، ونازلين على اساس انه يحققوا الفوز باذن الله. ولكن زي ما الجمهور قال، سواء جمهورين، انه الواحد بيقول احنا ابناء وطن واحد والمنافسه في الميدان، واكيد كل فينا حيحفز فريقه انه يكسب المباراة. مهندس، تخاف من ان المباراه الاولى الذهاب يكون بحضور جمهور كبير، كل ما يمر الوقت الاتحاد ما يسجل يكون في ضغوطات على اللاعبين؟ لا ما تعني لك شيء؟ لا ما تعني لي شيء، لانه من كل متابعاتي للمباريات سواء الاتحاد ولا غير الاتحاد، يعني انا اكون هذه الوضع الى اخر دقيقه، شايف. لما يمكن ازعل لو غلبت، وافرح لو اغلب، ولكن لن تؤثر يعني على اعصابي، يغم علي ولا هذا لن يكون الكلام ده. أمير فهد، صعب الاستعداد لمباراه مثل هذه في نصف النهائي؟ والله خليني اكون صادق معك صراحه. نعم. الى اليوم والله العظيم انا داخل مباراه عاديه بالنسبه لي انا شخصيا، وهذا ما لمحته ايضا ولله الحمد على وجيه اللاعبين. ما في شك انه شعورك في المباراه، يمكن الكابتن تو قال كلمه مهمه، انه ما يبدا هو يتحضر نفسيا الا بعد انتقاله للملعب. الى الان ما في شك انه انت ما تلعب، يعني الان التركيز كله ينصب على المباراه الاولى، وكأن ما في مباراه ثانيه. المباريات اللي زي كذا او المنافسه اللي زي كذا لابد انك تكون مطلع على كل الاحتمالات. ايش احتمالاتك في المباراه الاولى؟ ايش الاحتمالات في المباراه الثانيه؟ انك تطلع كسبان هنا متعادل هناك او العكس صحيح. فاحتمالاتها كثيره، فلا بد انك تتعامل مع كل الاحتمالات المطروحه يوم المباراه. ما في ارجع اقول ان المباراه جدا مهمه، يعني لا يمكن ان نسطح هذه المباراه ونقول انها مباراه خيريه ومباراه تكريم. صحيح. مباراه تؤهلك الى نهائي كاس اسيا وتحقيق البطوله باذن الله يكون سعودي. فباذن الله الاستعداد النفسي والذهني هذا المهم الان في المرحله القادمه. كابتن حمزه، يمكن على هذا الحديث، ادارات الناديين عاده تلتزم شيء يسمونه الدبلوماسيه او تهيئه الامور بعيدا عن الضجيج، بس اللاعبين قد يختلف الوضع حينما تكون، يعني اكيد يطلعون على الاعلام، على وتحديدا الان يعني الاعلام الجديد ما ترك شيء. اكيد. لا شوف، خلينا نكون اكثر صراحه، يعني هو في الاخير نحن صحيح ناديين وشققه ومدينه واحده، لكن برضو انت مباراه اهلي واتحاد يعني ترفض الخساره أكيد. في الفريقين أكيد. يعني
كل فريق ينظرها بغض النظر عن كاس اسيا هي مباراه اتحاد واهلي، وهذا حلاوه الاتحاد والاهلي، هذا حلاوه التنافس، هذا حلاوه الديربي على مستوى الفئات السنيه يعني طبعا يعني مو بس، فدائما موجودين يعني التنافس دائما موجود، وعدم الرغبه في الهزيمه موجود يعني. فمباراه بالشكل هذا وفي نهائي كاس اسيا وحدث تاريخي يعني صحيح. يعني على تاريخ الاتحاد والاهلي ما تقابلوا قبل نهائي، كنا نتمنى انه يكون حتى النهائي سعودي لكن الهلال ما توفق يعني، فان شاء الله الفريق اللي حيتاهل يعني يعوضنا بالبطوله. المباراه مهما حاولوا يبسطوها ابدا ما حتكون بسيطه صحيح. حتى اللاعب داخل الملعب، وهذه منطقيه من الامير فهد صراحه، انه فعلا ما يمكن نقول والله هي مباراه عاديه وبتمر لا هي مباراه صعبه، هي مباراه قمه اسيا، حتى ما قمه دوري المملكه ودوري زين صحيح، انت تلعب في قمه اسيا يعني. وهي بالمناسبه في نصف النهائي اقوى من المباراه الاخرى بندفيور ووسام. هي كمستوى فريقين هم الافضل الان يعني، الفائز منهم باذن الله مرشح كبير لتحقيق البطوله، فلا يمكن ان نسهل المباراه الى ان نجعلها مباراه تكريم يعني، لا صحيح المباراه حيكون فيها شد، حيكون فيها لعب رجولي في الملعب، هذا كله متوقع يعني. بس اللي يعني نرجع ناخذ الجانب الاخر انها 90 دقيقه اليوم او يوم الاثنين 90 دقيقه المباراه القادمه صحيح، شوط وشوط بالضبط، شوط هنا وشوط هنا، وتنتهي المباراه زي يعني حنبارك للفائز وحنقول هارد لك للخسران، لكن اتفق مع الاخ حمزه انه المباراه حتكون مباراه تف، مباراه قويه، هذا شيء طبيعي يعني. اللي ما نبغاه انها تنتقل الى المدرج جاي يستمتع في مباراه جدا مهمه، فلهم الحق انهم يستمتعوا في المباراتين تنتهي في حدود هذه، هذا اللي نتمناه. اما داخل الملعب لا، حنشوف باذن الله حنشوف كره جدا ممتازه تليق بمستوى الكره السعوديه والفريقين، حيكون في منافسه شرسه، في نفس الوقت حتنتهي شراستها مع صافره الحكم صحيح، هذا اللي انا باذن الله متاكد منه ايضا. سمو الامير، هي اقوى مباراه لفريقك منذ ان بدات في الرئاسه، واصعب مرحله تصل لها انت. ربما يعني والله الحمد انا تقابلنا مع الاشقاء في نادي الاتحاد في نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين قبل موسمين وكسبناه. نعم. ايضا الموسم الماضي كان هناك منافسه شرسه على دوري زين بين الاشقاء في نادي الشباب الى اخر مباراه، لعبنا نهائي ايضا ضد فريق كبير ضد النصر. ما في شك انها التجارب كلها تعطيك يعني تطلع منها فائده، لكن شيء طبيعي انك تصل الى هالمرحله في اسيا، فتتمنى تحقيق الانجاز الاكبر. الانجاز الاكبر هو الفوز باللقب. عشان افوز باللقب لازم اتخطى حاجز نادي الاتحاد. نعم اتمنى، ومثل ما يتمنى ابو حامد صحيح، وهذا حق مشروع لي او للمهندس للمحبين الناديين ايضا، وسنعمل باذن الله على كسب المباراه مثل ما يعملون الاشقاء في نادي الاتحاد على كسب المباراه. وما يعني اكيد انها تجربه جديده سواء لي انا حتى لابو حامد ان نصل الى هالمرحله صحيح. والكل منا له عنده الطموح انه يحققها. وانتم في السياره جايين مع بعض ما سالتوا كل واحد يسال الثاني عن استعداداته ولا؟ الا حاولت يعني، وكل واحد قام يعطي جواب ثاني يعني، حاول يغير الموضوع. من المصاب عندكم يقول والله بخير الحمد لله بخير، وموه على الكوره ودخل جول. لا، وفي نقطه يعني يمكن انا لي اكثر من 10 سنين في نادي الاتحاد، في كل مباراه مع الاهلي يقول لك شوف في العماره في واحد بيصور التمرين. هذا متعودين عليه صحيح. فكانه الفريقين غريبين عن بعض، مع انه الاتحاد والاهلي اعتقد انه ما يحتاجوا يدوروا معلومات عن بعض، لانه الفريقين معروفين. في اكثر من كذا، انتم كلاعبين يكون في بينكم اتصال قبل المباراه بيوم، سواء لاعبين من الاهلي يكلموا لاعبين من الاتحاد او العكس. صحيح. لا انا يوم المباراه ما ارد على احد. هذا انت، لكن عموما يعني في على زمن ترى الجوالات كانت بسيطه اي صحيح، ما لحق الجوالات يوم كان يلعب. لا عموما يعني هو صادق حمزه في نقطه انه تلصص على النادي وما ادري ايش، كلنا عارفين بعض يعني. الاهلي عارف الاتحاد والاتحاد عارف الاهلي. اخرجه لما كنا في القصيم نلعب ضد الرائد، وكنا طبعا لعيبتنا ما تسجلوا، فتلعبنا بالصف الثاني. رحنا الاوتيل وجدنا 2 من جوانزو صينيين
جو اتفرجوا على المباراه وبياخذوا ملاحظاتهم. والله جيتوا في غير وقتكم لانه دول يلعبوا ودول راح يلعبوا في الثانيين. قالوا طيب احنا راح نجي جده نشوف مباراتكم مع الاتفاق، تشوفوا لنا اوتيل. حجزنا لهم اوتيل. جو الاثنين نفسهم. شو حجزتوا لهم مهندس انهم يجون؟ اخلاق هذا. جو لما جو شوف ربنا ايش يريد. واحد فيهم نزل المسبح غرق مات. طبعا ما جو شافوا المباراه يعني احنا نوايانا كانت صافيه يا اخي. تعال شوف احنا عارفين مين فريقكم فيه 8 اجانب، 4 برازيليين و2 ارجنتينيين و2 كوريين. بس هم المفروض ما يقولون لكم مهندس. لا احنا لا هم المفروض يشوفون بدون احنا نشوف بس شفناهم في الاوتيل. بس ترى خالد هذه تصير حتى الفريق الايراني يعني سبهان لما جينا نلعب معهم طلبوا مننا ان نرسل تاشيرات المدرب مساعد المدرب عشان يشوفوا واستقبلناهم هنا وسكناهم وجو شافوا المباراه، ارسلنا لهم تذاكر المباراه. بس اكيد لعبتوا بتشكيله غير التشكيله. لا والله كانت المباراه في الدوري مباراه مهمه يعني. فبالعكس ما كان يعني اصلا الان سواء انت سويتها ولا يعني سويتها افضل او يسوونها هم صح. يعني او المباريات منقوله في الاخير يعني صح. والغريب انه حتى لما احنا بعثنا مساعد المدرب الايران كانوا لاعبين في مدينه ثانيه هم الفريق الايراني عشان يرجعوا لمدينتهم، كان معهم طياره خاصه ولا لقينا حجز المساعد المدرب حقنا، رجعوا معهم طيارتهم. فيعني تحصل ممتاز. لا هي تحصل. ما بالك مثل ما قال حمزه في ابناء المدينه الواحده. لا الاتحاد مخفي علينا ولا احنا مخفين على الاتحاد. وهذا امر. ودائما يا مهندس انت يمكن قلت كلمه مهمه على موضوع انه بنكون واضحين مع الجميع. الشفافيه ترى تبين الروح الرياضيه. شايف؟ يعني انا لا اعتقد انه في نادي الاهلي في لؤم ولا عندنا في لؤم شفافيه كامله. زي ما قلنا ترى زي ما قال سمو الامير حتكون شرسه في الملعب وكل من يتمنى انه فريقه ولا نستهين بالمباراه نقول والله مباراه صحيح. عاديه كاي مباراه، لا مو صحيح. حنكون يعني مشجعين لاقصى قمه في التشجيع. شايف؟ وبعدين لا تنسى دور المدربين حيكون لهم دور كبير في التهيئة النفسية، في استخراج الأفضل من كل لاعب، في تحفيز اللاعب على ينزل إنه هو يكون نجم في المباراة أكيد. وكل مدرب عارف حتى يمكن الحياة الشخصية للعيبته. مهندس أنتم أغلقتوا التدريبات في اليومين الماضية؟ أغلقناها أول ربع ساعة الصحفيين يجوا يشوفوا كيف يصير. بعد كده يوميا هذا؟ ايوه. الى تدريب بكره؟ اعتقد بكره مغلق 100% لانه على اساس بده يطلع بالتكتيك الملائم اللي راح يلعب فيه. بس اليوم كان ربع ساعه؟ ربع ساعه وبعدين الفريق. امير فهد انتم على هذا الملعب يمكن يوم الخميس اعتقد؟ السبت. اليوم ايش؟ اليوم سبت. اليوم سبت الخميس. لأنه كان الأستاذ طارق كيال. اي نعم يوم الخميس. كان لكم تدريب على هذا؟ لأنه كان عندنا مباراة شباب الأهلي والهلال على ملعب النادي فاضطرينا أن نتمرن هنا. وعادة متاح لأي فريق أنه يلعب أعتقد. الفريق الضيف له حق التمرين الأخير يكون على أرض الاستاد. بس أنتم لا احنا حنكمل التمارين. لأنه ما هو غريب عليكم. لا. طيب في المقابل حمزة دائما نتكلم حتى في الإعلام نقول إنه الاتحاد فريق عنده خبرة عالية في آسيا. توقع هذه المسألة لها أفضلية؟ أكيد يعني صراحة أنت تتكلم على تشكيلة الاتحاد اللي شايفينها في الفترة الماضية تقريبا عندك 7 و8 لاعبين يتشاركوا في 2004 و2005. يعني إذا تتكلم على مبروك، على رضا توكر، أسامة المنتشري، مشعل السعيد، كريري، محمد نور، تقريبا بالإضافة لل4 الأجانب. هذا يعتبر فريق كامل. فالخبرة هي في صالح الاتحاد. طبعا مو شرط يعني هي في الأخير برضو الأهلي مجموعته في استقرار. هو الميزة القوية في الفريقين إنه عندهم استقرار فني. المدربين من الموسم الماضي موجودين عارفين بعض. يعني مدرب الاتحاد عارف الأهلي بشكل قوي لاعب ضده مباراتين، مدرب الأهلي عارف الاتحاد بشكل ولاعب ضده أكثر من مباراة. فهذه الأمور الفنية داخل الملعب أحيانا في مباريات حساسة ما تحتاجها. أنت هنا تحتاج الروح، تحتاج المجهود البدني. يعني الفريق اللي حيجري داخل الملعب ويكون مجهوده البدني أقوى ويكون ضغوط الجماهير. يعني بصراحة الجماهير أحيانا يكون لها وضع سلبي وإيجابي. مو دائما لما الفريق يكون بيلعب مع جماهيره بيكون وضعه الفني كويس. بالعكس أحيانا أنت من أول ربع ساعة 20 دقيقة ما تكون حاضر في المباراة يبدأ الضغط الجماهيري يكون سلبي.
فهذه النقطة دائما الاتحاد والأهلي أكيد حاسبين حسبتها، يعني كل فريق بيحاول يستفيد من العوامل كلها سواء داخل الملعب. احيانا نسمع انه الفريقين يطلعوا اشاعات انه اللاعب الفلاني مصاب واللاعب فهو كله من الحروب النفسيه. فتفاجأ انت داخل الملعب انه فلان ما هو لاعب، تلقاه اول واحد في التسخين. واحيانا حتى نوع من الدافع للجماهير، يعني احيانا اللاعب يحاول انه هو يستعطف جماهيره او يقلقهم بشكل بسيط، يقول له عنده اصابه او اللاعب يتعمد يخرج من التمرين. هي النواحي الفنيه اعتقد انتهت من يومين او ثلاثه، يعني تمرين اليوم او تمرين بكره ما اعتقد فيها شغل فني نهائي، يعني ما حيغير شيء، ما حيغير، بالعكس هو كله حيكون نوع من الراحه وتاهيل عضلات اكثر انك تجهز الفريق للمباراه. موضوع الخبره امير فهد مقلق لكم؟ لا باذن الله ما هو كون اسيا ابدا الاتحاد متمرس فيها. لا. الاهلي هو ما في شك، انت لما تيجي تاخذها على الورق مثل ما قال الكابتن حمزه، على الورق نعم في 7 لاعبين من الاتحاد لعبوا اخر بطوله حققها نادي سعودي اللي هي 2005 كما غلطان. لكن ايضا هالمجموعه غابت عن البطولات الى المحليه فترات. في المقابل الاهلي كان قريب من البطولات المحليه وعاد بصوره الى بطوله اسيا. أنا ما أتوقع أنه ممكن يكون لها تأثير كبير في المباراة قد ما يكون أنه ربما تعطي لاعبين الاتحاد دافع أنه يعني على قولة الإخوان في الاتحاد أن هذه بطولتنا احنا نعرفها وهي تعرفنا. لكن هذه في المقابل يعني ممكن أنها تكون مؤثرة نوعا ما عليهم ونستغلها احنا في النادي الأهلي. أنا عندي ثقة كاملة في لاعبين النادي الأهلي أنهم قادرين بإذن الله على إسعاد جماهيرهم، وهذا ليس تقليل بنادي الاتحاد، بالعكس أنا قلتها أنه نادي الاتحاد آخر نادي سعودي يحقق البطولة ونادي منافس. لو ما كان الاتحاد يعني في قوته وعنفوانه ما وصل إلى السيمي فاينل، ومرشح أيضا يعني النهائي أنه يكسبه في حال تجاوز مباراة الأهلي اللي ما أتمناها طبعا. لكن أنه في الأخير أنه أنا بالنسبة لي أتوقع أنه كل هالكلام حينتهي مع صافرة الحكم مع بداية المباراة. حيبين من الفريق اللي جاهز للمباراة. مهما تحدثنا الآن أو مهما صحيح. يعني هي توقعات وتحليل أجواء عامة، لكن ما ممكن تصيب وممكن بالضبط تخيب. ما يحدث داخل المستطيل الأخضر هذا اللي لا يمكن لأحد توقعه أبدا. صحيح. لك تعليق في هذا يا مهندس؟ والله لا، أنا أتفق مع الأمير فهد وأقول إنه الكلام ده يعني صحيح 100%. الخبرة اللي عندنا صحيح عندنا خبرة، ولكن لاحظ انه كمان في النادي الاهلي استقرار اداري واستقرار فني، واهم من ذلك استقرار مالي. يعني هذا مهم جدا. هذا تعاني منها مهندس انت؟ ما عليه، بعاني منها، لكن والله وبعاني منها مو فعلي انا ولا فعل الاداره الحاليه، يعني جات كذا طبت علينا مساله مرهقه هذه. الحمد لله. انا بسالك عن هذا الجانب بس في محور اخر، عن كيف كنت تشوف الوسط الرياضي وكيف وانت داخل الوسط الرياضي ومعمعته. اتمنى يقول لك الكلام اللي قال لي اياه في السياره. لا لازم يقول. انا والله شوف، انا دخلت الوسط الرياضي بغرض نبيل جدا، انه ابغى اغرس قدر المستطاع. انا اقارن نفسي بالرسول صلى الله عليه وسلم ما اقدر، انما اخذه كاسوه حسنه وقدوه. نعم. انه تبني في الشباب عندك الاخلاق والقيم. والاخلاق والقيم ما ابنيه في الكبار، تبنى من الصغار وانت طالع. والكبار ان شاء الله عندهم الاخلاق اللي تبنوها للان. نعم. في دراسه علميه تقول انه 85% من القيم تغرس من الولاده الى 10 سنين، باقي عمر الشخص 15%. فبالتالي اذا غرست في القيم الجيده في هذا السن، والله لو رميته في اي بحر يسبح. ولو غرست في القيم السيئه في هذا السن، نعم، مهما نزلت عليه يعني من دراسات قيمه ما راح ينفع. فبالتالي هذا الغرض النبيل اللي دخلت فيه بصراحه. ولكن وجدت انه النادي او النوادي كلها السعوديه واجهتها كره القدم. شايف؟ وعلى فكره هذه نوادي العالم كلها واجهتها كره القدم، ولا بد انك تستقر في كره القدم عشان تدخل من البوابه دي على الغرض النبيل اللي تبغى تسويه.
فهذا يعني ما أقول لك وجه كرة القدم أحد الدواعم لأنك يستقر النادي، وعلى أساس تمسك الألعاب الأخرى والفئات السنية بحيث وتديهم البيئة المناسبة من ملاعب، من معسكرات، من جهاز تدريب، من مربيين، قبل ما أقول مدربين، مربيين يعرفوا يربي. أنا أتمنى يوم من الأيام إنه الأب يجي يسيب طفله في النادي ويروح بيته وهو مطمئن على ابنه وآمن على هذا وآمن على الكلام ده. أتمنى هذه، يمكن ما أشوفها في حياتي الله أعلم، ولكن أتمنى إنه نوصل للكلام ده، لأنه الكلام ده أنا أعتقد هو اللي حيربي النشء والأخلاق اللي نبغاها كل الجمهور السعودي. هذا هدف نبيل. هو نفس الكلام اللي قاله ولا في؟ لا هو نفسه. طيب رياض المزهر كان في تواجده في الكويت كان قد التقى بعدد من نجوم الكرة الخليجية، تحدثوا عن مباراة الاتحاد والأهلي وقدموا توقعاتهم لهذه المباراة ونظرتهم، وهم نجوم أكيد كانت لهم نظرة مختلفة. نتابع كيف جاءت هذه التوقعات في هذا التقرير. والله في البداية احنا الحمد لله رب العالمين احنا كسبنا شرف كبير وسعداء انه النهائي راح يكون فيه طرف سعودي اكيد، لكن اللي نتمناه ان شاء الله انه يتوج هذا الفريق المتأهل ان شاء الله بفوزه في النهائي. بالنسبة من يكسب والله يتوقع صعب، يعني فريقين كبار وفريقين المرحلة هذه بالذات المباراة ما تقدر تتوقع المباريات اللي زي كذا دور الأربعة صعب التوقع، خصوصا ديربي فريق وفي نفس المنطقة في نفس المدينة، فمن الصعب يعني هذه في النهاية المباريات اللي زي كذا ما تقدر تحدد نتيجتها الا خلال أجواء المباراة، لأنه اللعيبة هم اللي راح يكون عندهم الفيصل. صفرة ولا خضرة والله عاد يعتمد على المباراة. والله شوف اليوم أنا كنت مع محمد نور ومع زميلنا حسن عبد القادر وأهلاوي ومحمد نور كابتن الاتحاد، قلت له الاتحاد فايز 2-0 والعلم عند الله. اعتقد المباراة راح تكون جدا صعبة بحكم انها ديربي ولها خصوصية عند اهل المملكة واهل جدة بشكل خاص. انا من اشد ومن اقدم المتابعين لهذا الديربي، وراح اكون اول الحاضرين في الديربي القادم، وتوقع ان المباراة راح تبقى لتفكير في مباراة ذهاب واياب، وانت عارف شنو الحسابات وكذا. المباراة اعتقد انها هي مباراة من شوطين، اللي بيكسب الشوط الاول اعتقد هو اللي بيخلص المباراة، لان هذه المباريات دائما تحط اللاعبين تحت ضغط، والاخطاء اعتقد انها ما تتحمل اخطاء، ولكن القاسم المشترك بالمباراة اللي هو دفاع الفريقين صراحة. يمكن شفنا اهداف تجي اخطاء فردية، اخطاء بعض الاحيان جماعية، مدربين الفريقين بعض الاحيان الشوط الاول يطلع لك بطريقه والشوط الثاني يرجع، في منهم يرجع للطريقه اللي هو يحب يلعب فيها، وفي لاعبين نوعيتهم انهم يلعبون بطريقه معينه اللي يمكن 4-5-1، وفي لاعبين يلعبون 4-4-2. اعتقد خطوط الفريقين اللي هي الدفاعيه اعتقد انها هي اللي بتنهي المباراة صراحة. احنا نبغى الأصلح للكرة السعودية والكعبه عالي في هذه البطولة. مثلا لو الأهلي مؤهل إنه يكسب الاتحاد وراح يشرف في النهاية، نتمنى الأهلي يكسب. إذا الاتحاد يعني بما إنه يعني ساحب خبرة في هذه البطولة وعنده روح، يعني عنده محمد نور يعني كابتن كبير، وأعتبره أنا أفضل لاعب سعودي حاليا، فأتمنى أنه الاتحاد برضو يكسب يعني إذا أنه بيشرفنا في هذه المباراة. ولكن احنا كجمهور سعودي يجب أننا يعني مع الفريقين اللي بيقدم كورة أحسن يجب أنه كلنا نكون معاه واقفين. أنا أرشح واحد فيهم. أتمنى أنه الفريق الأفضل والفريق اللي إن شاء الله يتمكن أنه يفوز بالمباراة النهائية أتمنى أنه يتأهل للمباراة النهائية. بالنسبة لي هم عينين في راس الاتحاد والأهلي، يعني دربي جميل بيكون. أتمنى بإذن الله أن تكون مباراة جميلة فنيا وأيضا جماهيريا. بالنهاية كرة قدم، بالنهاية هي رياضة ترفيه. ودنا ندخل المباراتين ونتمتع فيها بدون أي أحداث لا قيمة الرياضة بصلة.
وثقتنا ان شاء الله فيهم كلهم كبيره، سواء من الناحيه الفنيه اللاعبين او حتى الجماهير. عندي احساس كبير ان شاء الله انه اللي بيفوز فيهم بالمباراتين ان شاء الله باذن الله بيفوز بكاس اسيا ان شاء الله. انا اتوقع طبعا المباراه راح تكون صعبه، لكن اتوقع ان خبره الاتحاد اقوى في هالبطولات هذه، واحتمال يعني كبير انه راح يحسمونها من الذهاب، يعني على ارض الاتحاد راح تحسم المباراه. لا ماني في صف احد، بس انا اقرا الوضع الراهن. الوضع الراهن انه النتيجه قويه جدا للاتحاد، ممكن تصل في المباراه الاولى الى 3-1. هذه التوقعات كابتن حمزه، يمكن في تخوف حتى من ابداء التوقعات بشكل واضح، الاعلاميين يتوقعون ما عندهم مشكله، لا بس النجوم والاسماء المعروفه يعني تحاول انها ما اعرف، يمكن المباراه فعلا صعبه في توقعها؟ لا هي صعبه في توقعها حقيقه، صعب انك تتوقع لانه الفريقين مؤهلين، يعني ان كسب الاتحاد ما هو غريب وان كسب الاهلي ما هو شيء مستغرب، وعادة اللاعب بيحاول انه ما يبغى يخسر الجماهير الناديين، يعني لو جاء قال الاتحاد او الاهلي حيكون في ردة فعل عكسية، لكن مباراة زي هذه حقيقة وانا من خلال خبرتي في الديربي في مباريات كثيرة الاتحاد يكون مؤهل قبل المباراة انه يكسب، والناس كلها تكون متوقعة انه الاتحاد فايز، تيجي في المباراة تخسر. احيانا مباريات كثير يكون الاتحاد ما هو مؤهل والاهلي هو المرشح للفوز، وتيجي في المباراة وتخسر. يعني العام الاتحاد في الدوري كان الاهلي في وضع افضل والاتحاد كسب. أولة العام في نهائي كاس خادم الحرمين كانت الترشيحات كلها لصالح الاتحاد، وانه الاتحاد هو بطل المسابقه وكسب الاهلي. فدائما الترشيحات دي خارج الملعب، لكن داخل الملعب اعتقد انه المجهود البدني والاقل اخطاء هو اللي حيكسب. تعني لكم شيء سمو الامير التوقعات؟ لا والله مو كثير. ما تاثر؟ لا تقلقك احيانا؟ لا والله يعني خلينا ناخذها من الناحيه الايجابيه، يعني لما احد يتوقع مثل لما يطلع الغالبيه العظمى تتوقع الاتحاد مثلا، فمعناته ان الاتحاد افضل، فلا بد انك انت تعمل على تقليص هذا الفارق الفني اذا كان فيه. كانوا ينبهونك يعني بالضبط. فانا بالنسبه لي انا شخصيا اخذها من الناحيه الايجابيه، وبالعكس اتفائل فيها يعني اذا صار مرشح الاتحاد. مهندس مقلق التوقعات احيانا؟ شوف انت لا تنسى خرجة انه الفرق اللي وصلت لنصف النهائي اقوى 4 فرق في اسيا كلها. صحيح. شايف؟ والفرق السعوديه غلبت اقوى الفرق اللي في دور الثمانيه اللي كان المفروض هم يكونوا محلهم في الهدف، فبالتالي الفريقين السعوديين داخلين عزيمة بتهيئة نفسية عالية، وعارفين انهم من اقوى الفرق اللي في اسيا، فبالتالي من الظلم ان اقول والله لا الاتحاد راح يكسب ولا الاهلي راح يكسب. انا بقول طبعا كل مين يتمنى انه فريقه اللي يكسب، ما فيها كلام. صحيح. ولكن ان اتوقع مين راح يكسب، بالعكس زي ما قال سمو الامير انه طيب. والله يقول الاتحاد يكسب يهديه نفسيا، والاهلي يقول لك والله ما دام قالوا الكلام ده خليني اصعد نفسيا من لاعيبتي، فبالتالي صعب التكهن. نعم. ولا بد ان الواحد ما يتوقع النتيجه، انما يقول يا جماعه انزلوا الملعب وكل من يعطي اقصى ما عنده. نعم. طيب اذهب مره اخرى للزميلين. سمير الصوفي يبدا اولا. سمير تفضل مره اخرى. شكرا زميلي رجاء. هالمرة تواجد مع جماهير الاتحاد، أكيد جماهير الاتحاد عندها استعداد للمباراة من أهازيج وتشجيع. الجماهير المتواجدة الآن في السادة الأمير عبد الله الفيصل كانت تدندن قبل قليل، إيش رأيكم يعني تعطونا هزوجة؟ يلا يا شباب يلا شيلوها شيلة ايوه والفوز الليلة ايوه شيلوها شيلة والفوز الليلة ايوه شيلوها شيلة والفوز الليلة شيلوها شيلة والفوز الليلة. لا إله لا إله لا إله الاتحاد الغالي، لا إله لا إله لا إله الاتحاد الغالي، ويا ريت عزك عز
يهزنا اتحاد، ويا احلى اسم في قلوبنا اتحاد. العب يا الاصفر وانتصر اتحاد، والليله جمهورك حضر اتحاد. اتحاد 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 اتحاد. الله يعين العشاق، مشتاق اشوفه مشتاق. الله يعين العشاق، يحرق بنار الاشواق. الله يعين العشاق، مشتاق اشوفه مشتاق. الله يعين العشاق. يعطيكم العافية. جماهير الاتحادية تتواجد هنا، أيضا الجماهير الأهلاوية مع الزميل رياض المزر. رياض الكلمة إليك. يعطيك العافية سمير، ويعطي جمهور الاتحاد أيضا العافية. من قلب الجمهور الأهلاوي، ومن جنب الحبيب بدر التركستاني، ومن جنب أحد زملائي في الدراسة على فكرة مرعي الشهري، يعطيك العافية. حمزة يعطيك العافية، وسعود البرقاوي. نبغى نسمع بدر، نبغى ما نبغى نسمع، نبغى نطرب معاكم. يلا بدينا. يا الاهلي لعبك حماسي، والفوز مطلب اساسي. يا الاهلي لعبك حماسي، يا فيكتور انت حماسي. يا عمده وانت حماسي، تيسيري وانت حماسي. يا الاهلي وانت حماسي، جمهورك انت حماسي. يا الاهلي يا ربا من عندك خسران. يا الاهلي يا ربا من عندك خسران. يا الاهلي يا ربا من عندك خسران. يا كامل انت حماسي، يا حربي وانت حماسي، معتزي وانت حماسي. يا الاهلي يا ربا من عندك خسران. يا ربا يا رجل الله انت، يا رجل الله سلامي، يا رجل الله انت، والفوز مطلب يا الاهلي انت، والفوز مطلب معيوفي وانت، مسعد وانت، تيسير وانت، والليله ليله فوز يا الاهلي نبغى الفوز. الله والليله ليله فوز يا الاهلي ونبغى الفوز. زميلنا رجل الله، زميلنا رجل الله، انت اساسي وحماسي اليوم من ارض الملعب. تفضل. شكرا جزيلا، شكرا رياض. بس اذا تديهم خلاص يا رياض عشان بس الصوت يكون اكثر وضوحا. شكرا للجماهير في الجانبين، شكرا لرياض المزهر، لسمير الصوفي. مرة أخرى نشكرهم الجمهور، ونعود مرة أخرى للحدث. تفاعلوا زيادة ها؟ طيب حماسهم زايد يا مهندس والله من حقهم. نعم هذا من حقهم. جمهور الاتحاد، جمهور الأهلي من حقهم. هذا الحماس الله يعطيهم العافية. صحيح. هذا الحماس كابتن حمزة يعني كثير للاعب في الملعب. أكيد طبعا. بس أحيانا يتحول إلى ضغط على اللاعب ولا لا؟ هو غالبا ترى مش أحيانا، يعني دائماً. غالبا أنت تشوف الفرق دائما على أرضها بتخسر، لأنه الجماهير خاصة إذا كان الفريق ما هو في وضع فني قوي ما بيكون قادر إنه يتحكم في المباراة من البداية. بداية المباراة هي اللي بتفرق، إنك أنت دائما يكون جمهورك في صفك. لازم أنت من البداية تبدأ بشكل قوي، لازم إنك تبدأ في ناحية هجومية، يكون عندك فرص، يكون عندك خطورة. فهذه النقاط اللي هي بتحمس الجمهور ويكون الجمهور في صفك. لكن لما تكون البداية متعثرة داخل الملعب فيبقى الضغط النفسي يكون عكسي. سمو الأمير، نتكلم في نفس هذا السياق. يعني أكيد أن كل الأوراق بالنسبة لكم واضحة في الجانب الاتحادي، بس أكيد لازم في شيء يشغلك، يشغل بالك، يقلقك، تخاف أنه يحدث لفريقك، وبالتالي تجد نفسك في مأزق صعب. يعني إن كانت كثرة بطاقات، إن كانت أخطاء في البداية، هدف مبكر، انخفاض لمستوى لاعب معين، غياب لاعب معين. لا، هي العوامل. أنا قلت لك المباراة يعني مهما حللنا ومهما تطرقنا لها فنيا يعني
إلا أنها ما تبدأ فعليا إلا مع صافرة الحكم وأحداث المباراة الفعلية هناك. اللي تخاف منه عادة أنه عدم توفيق المجموعة، طرد اللاعب، تسجيل هدف مبكر، لكن هذه لابد أنك تكون حاط لها يعني في احتياطاتك، وجهز الفريق لأي شيء ممكن يحدث أثناء 90 دقيقة. إذا الفريق ما هو جاهز أنه يرجع لجو المباراة فمعناته أنت خسرت المباراة تماما يعني. لكن ساعات ممكن تستقبل هدف بدري ويكون هناك ثقة من اللاعبين أنهم قادرين على العودة للمباراة الثانية، مثل ما حدث نادي الاتحاد في مباراتهم في جوانزو. كانوا خسرانين 2-0، كان الضغط كله على نادي الاتحاد، لكن تماسكوا فريق نادي الاتحاد إلى أن سجلوا هدف وكسبوا المباراة بنتيجة المباراتين. فهذه كلها عوامل أنت ممكن تتعرض لها يعني داخل الملعب، لكن هنا يعني الإعداد النفسي والتهيئة النفسية يكون لها أيضا نسبة عالية من التحضير. صحيح. لا نرمي كله على جانب فني. الكابتن حمزة قالها في بداية البرنامج أن التهيئة النفسية مهمة، عدم الاستعجال أيضا مهم. فاللي تخاف منه يعني هذه الأحداث اللي ممكن تقلقك في المباراة، لكن بإذن الله إذا كان الفريق معد إعداد جيد ما عنده مشكلة بإذن الله. من إيش تخشى مهندس على فريقك؟ والله أخشى على فريقي إنه ينزل تحت ضغط كبير، إنه ضروري يكسب المباراة الأولى وكذا لأنه على أرضه، فبالتالي لابد إنه ينتبه ما يقع في أخطاء، خصوصا إنه لدينا كم كرت، يعني في 4 كروت عندنا، لو أخذوا الكرت الثاني كلاعيبة ممكن يحرموا من مباراة الإياب. فهذه مهمة إنه لاعيبتنا ينتبهوا للموضوع ده، إنه في شوط ثاني. نعم. ما هو الشوط الوحيد، فإذا كان لا سمح الله ما حالفهم الحظ ولا شيء، مو معناه إنه يبدأ بمخاشنة أو شيء زي كده أو لعب رجولي يجلب لنفسه كرت ثاني. ديك الساعة خسر نفسه في الشوط الثاني واللي هو 90 دقيقة أخرى. فبالتالي يعني أنا بس أعتقد إنه المدرب عندنا روحه النفسية أو المعنوية كيف يحفز اللعيبة، يعني عنده الثقة الكاملة. نعم. يعني الآن معاهم حوالي، هو مدرب خبير يعني وقارئ للمباريات بصراحة، وتلاقيه تقول لك والله الشوط الأول ما كان كده، والشوط الثاني تلاقيه غير المباراة ودخل بطريقة مختلفة تماما ويقلب النتيجة. بسألك عن أصعب مرحلة مرت عليكم مهندس، ولكني قبلها وأسأل أيضا الأمير فهد بن خالد في هذا المشوار الطويل في آسيا، لكن قبلها نعود فقط إذن كما تابعنا هذه أحداث مباريات اليوم. في المباراتين كانت هناك أحداث مرتبطة بالتحكيم، طبعا مؤكد أنها كانت مثيرة. نحن هنا في استاد الأمير عبد الله الفيصل في القناة الرياضية سعدنا بموافقة من رئيسي الناديي الأهلي والاتحاد والأهلي للتواجد في هذا المكان قبل 48 ساعة، الآن أقل من هذا التوقيت من مباراتهما. مرة أخرى أؤكد أننا حينما أطلقنا هذه المبادرة وجدنا ترحيب كبير من الأمير فهد بن خالد، ووجدنا ترحيب كبير من المهندس محمد فايز، والحقيقة أنهما يستحقان أن نفخر كثيرا بتواجدهما في وسطنا الرياضي. أيضا نسعد بأن نكون في هذا النقل من داخل هذا الملعب الذي سيشهد يوم الاثنين مباراة حدث كبير على المستوى الآسيوي. هذه المدرجات ستمتلئ مؤكد، ولن يكون فيها موطئ قدم يوم الاثنين. الجماهير الاتحادية ستكون هي الحاضر الأبرز في هذه المواجهة. هذا العشب سيكون مسرحا لركض ينتظر المحبون والعشاق من خلاله الوصول إلى المباراة النهائية في للقارة الآسيوية لدوري أبطال آسيا. الحديث أيضا عن الجماهير، ويمكن تابعنا هزيج في الجانبين. كنا ولا زلنا نأمل قبل أن نبدأ هذه الحلقة أن تكون معنا كامل رابطة نادي الاتحاد، لكن مثل ما قال المهندس محمد فايز أنه لظروف معينة لم يستطيعوا التواجد معنا،
مؤكدا أن نشكر رابطة الأهلي على تواجدها، نشكر الجمهور الاتحادي الذي تواجد معنا أيضا الليلة وهو جمهور عزيز علينا مثلما هو الجمهور الأهلاوي. سنعود لهما معا في وقت لاحق، لكن أعود مرة أخرى لضيوفي. ويمكن مهندس، تابعت مباريات اليوم ولا مشغولين بالتحضير الآسيوي؟ لا والله ما تابعت للأسف مباراة اليوم، إنه آسيا هي الحديث عنها بس. يعني المباراة حقت بعد بكرة يعني شاغلة أعتقد الناديين كلهم. طيب أمير فهد ما تابعت المباراة؟ لا والله شفت بس اللقطات يعني. اللقطات الآن. سمعنا عن أحداث في المباراتين. يهمكم تتابعون الآن المحلي ولا خلاص تركيزكم آسيوي؟ لا شيء طبيعي يعني، أنت مردك الدوري زين في الأخير صحيح. لكن لابد يكون في عملية توافق بين البطولتين، أكيد الأهم الآن الآسيوية. سمو الأمير، في مشواركم اللي خضتوه في دوري أبطال آسيا أكيد في محطات صعبة بالنسبة لكم، شعرت عندها أنه فريقكم ممكن يخرج في أي لحظة، أو أنها مباريات كانت صعبة جدا ومرت يعني بسلام؟ وين كانت هذه؟ كانت في مرحلتين. المرحلة الأولى لما كنا منافسين في دوري زين والطموح كان تحقيق الدوري، وأيضا في المجال الآخر أنك تكمل في آسيا. فأذكر مباراة سبهان هنا الأولى كنا لاعبين، فيكتور كان في الاحتياط، كاماتشو كان في الاحتياط، كذا لاعب، كدنا نخسر المباراة لكن تحقق التعادل في آخر المباراة. كانت هنا في صعوبة أنك تحاول تقرب بين يعني تسدد وتقارب بين البطولتين. الثانية كانت أمام الجزيرة الأماراتي عندما امتدت إلى أشواط إضافية ومباراة آخر الموسم. الإرهاق اللي ممكن يكون عليه اللاعب، تقدم الجزيرة أيضا في الأشواط الإضافية بالنتيجة، ومن ثم معادلة الأهلي لهم، وصول إلى ركلات الترجيح، واللي الحمد لله توفقنا أن نجتازها. فكانت هذه تقريبا أصعب مرحلتين. مهندس، وين كانت أصعب مرحلة لكم في دوري أبطال آسيا؟ والله أنا أعتقد قبل هذه المرحلة، طبعا أكيد يوم الاثنين. لا غير المرحلة دي طبعا، كانت المرحلة اللي مع جوانجو، لأنه علمنا به أنه من أقوى الفرق وأغنى الفرق اللي في آسيا، وإنهم مهيئين تماما، يعني مدرب عالمي حقق لإيطاليا كأس العالم، وعندهم لاعبين يعني يعتبروا من المميزين في هذا، ولكن بتوفيق من الله والروح العالية اللي صحيح إنه هنا غلبنا 4-2. هذه ريحتنا. يمكن حتى لما رحنا هناك كان في نوع من الهدوء، والله أنا غالب بفرق 2 فبالتالي ماني خايف من شيء، ولكن في الشوط الأول استطاعوا أن يجيبوا هدفين. فإحنا كجمهور ولو كان قليل كانت فعلا كنا على أعصابنا في الشوط الثاني. نعم. ولكن يعني ربنا وفقنا والهدف حق فهد يعني كان. طيب على أي حال أذهب مرة أخرى الرياض أو سمير اللي يكون منهم جاهز، نبدأ معاه، ومرة أخرى سنتابع لأن الجمهور اللي كان موجود عزيز علينا ودنا أن نكون معه. سمير الصوفي تفضل. شكرا زميلي رجاء. نعم نتواجد أيضا مع الجماهير الأهلاوية لأخذ بعض التوقعات عن المباراة. سعود، قاعدين ندردش عن المباراة، توقعك للمباراة يعني طبعا التوقع غير التمني، ولكن توقع. أنا توقعاتي طبعا 3-1 للأهلي إن شاء الله، بإذن الله حنحسمها إن شاء الله على أرضهم، لأنه دائما جمهور الأهلي يقول لك وفي أراضيهم نلعب نبكيهم، زي ما يقولوا إنه نبكي من ضربة لتي، لا إحنا في أراضيهم نلعب ونبكيهم إن شاء الله. عمي يعطيك العافية. طبعا من أقدم مشجعين النادي الأهلي، توقع المباراة كم؟ إن شاء الله 2-1 الأهلي. حول الله وقوة. إيش اللي خلاك تتوقع 2-1 مو 1-0؟ والله إن شاء الله بعزيمة الرجال وعزيمة الجمهور. شوف القليل إن شاء الله يؤدي الكثير بحول الله وقوته. الجمهور قليل. يعطيك العافية. عمي، مرحبا. فوز ولا تعادل ولا هزيمة؟ لا فوز إن شاء الله بإذن الواحد أحد. فوز. كم تتوقعها؟ أتوقعها 1-0. إذا كان في نقص فريقك، النقص يولد قوة أم يأثر على اللاعبين؟ إن شاء الله ما ينقصنا شيء، لا لعيبة ولا مشهورين ولا غير مشهورين، ما ينقصنا شيء إن شاء الله. احنا دائما عن خطوات الأمام بإذن الواحد أحد. طبعا المشاهدين الكرام، الأخ بدر تركستاني قبل قليل ذكر أنه لازم فيه هزوجة عزيزة على قلبه، لازم أنه يسمعها للمشاهدين وللجماهير الحاضرة. بدر، الهزوجة اللي قلت عليها. طيب نقول يا حبايب: يا سفير الوطن في قلبي حبك سكن،
غالي مالك ثمن حبيبي يا هلاوي حبيبي يا هلاوي انت تلعب بفن خصمي روح وجن الكل بك افتتن حبيبي يا هلاوي حبيبي يا هلاوي اخضر وزين يا منى العين اخضر وزين احلى لونين اخضر وزين احلى لونين احنا في حبك والله مجانين حبيبي يا سفير الوطن قلبي حبك سكن غالي مالك ثمن حبيبي يا هلاوي نتركك مستحيل خصمي دمعه يسيل ملكي مالك بديل حبيبي يا هلاوي حبيبي يا هلاوي يا منى العين اخضر وزين يوم الاثنين يوم الاثنين اخضر وزين احلى لونين احنا في حبك والله مجانين حبيبي يا سفير الوطن قلبي حبك سكن غالي مالك ثمن يعطيك العافيه يعطيك العافيه يعطيك العافيه بدر تركستاني رياض المزهر مع جماهير الاتحاد. رياض الكلمه اليك تفضل. شكرا سمير، مستمتعين بصراحه بالاجواء الجماهيريه هذه جميله. حابين نسوي لقاء مع التوقعات الجماهير الاتحاديه بشكل سريع. ايش تتوقع المباراه الاتحاد والاهلي النتيجه؟ والله ان شاء الله 3-0 للاتحاد. متفائل؟ ان شاء الله باذن الله. وانت ايش تقول؟ ان شاء الله 3-1 للاتحاد. 3-1 باذن الله. 4-1 باذن الله. باذن الله. فارق 4 8-2 باذن الله للاتحاد. 5-1 باذن الله. 2-1 3-0 للاتحاد. 2-1 4-2 3-0 يا رياض وكلها من هزازي باذن الله. 3-0 للاتحاد. طيب انت اقرب مني شوي، ايش حاب تقول؟ لا اقرب انت مني شوي. لا ايش تتوقع؟ اتوقع ان شاء الله 3-0. ليش متفائل طيب بهذا اتحادي كم ما اتفائل؟ متفائلين لازم اتفائل لانه واثق في فريقي ان شاء الله. المدرب يعني مدرب مفكر وداهية ويعرف يبدل في الشوط الثاني ونقدر نقلب النتيجة حتى لو تأخرنا. فرق 3 ان شاء الله. فرق 3 راسي عادتنا ترى. يعطيكم العافيه. نقرب بس نندمج مع الجماهير. نروح لزميلنا رجال الله في الملعب وراح ننتظرك زميلنا رجال الله. تفضل رجال. شكرا لرياض، شكرا. هذه التوقعات يبدو فيها تفاؤل كبير يا مهندس. يعني فيها تفاؤل كبير جدا بصراحه انه لما نتوقع. يسعدك هذا الامر ولا تخشى منه مهندس بصراحه؟ لا اخشى منه. ها؟ اخشى منه بصراحة. تخشى منه لما تتفائل ب8-2 يعني هذا خيال. يعني انا استهين بخصمي، انا ما استهين بخصمي. طيب لازم احترم الخصم. سمو الامير، انتم بعد هذه المباراه يعني اكيد مباراه ذهاب واياب، في ردود فعل ممكن تكون لو خسر الاهلي، تتوقع انه هذه المباراه تعني لكم شيء كثير، ممكن تنعكس سلبا نتيجتها فيما لو حدثت اي نتيجه غير النتيجه اللي انتم تريدونها؟ لا والله ابو خالد، انت متوقع يعني مباراه مثل هذه، مباراه فريقين كبيرين، يعني متوقع النتيجه، متوقع انك تكسب، متوقع الاتحاد يكسب، متوقع انها تكون تعادل. فاي نتيجه حتكون فيها المباراه حنتقبلها، يعني باذن الله نكون كسبانين للتجهيز المباراه اللي بعدها. يعني المباراه هي مباراتين في الاخير، فانك تحكم على نهايه مباراه من اول شوط صحيح، وهذا يعني ما اظن في منطقه. سمو الامير، يمكن صعب في المرحله هذه انك تجاوب على هذا السؤال، لكن مهم جدا ان اسالك. اللاعب البرازيلي موراليس لا يبدو، الارجنتيني عفوا، لا يبدو في افضل حالاته ولا يبدو مقنعا للجمهور الاهلاوي. عندكم هذا الشعور ولا انه لا زال ما تاقلم؟ لا خاصه اللاعبين الارجنتينيين ما تاقلموا. انا كنت اسال الكابتن حمزه قبل ما نطلع على الهواء لما انتقل من احد النادي الاتحاد، جاوبني بصراحه انا فوجئت بالجواب يعني. فاتمنى ان الكابتن حمزه يجاوب على هالسؤال ويعني يبين الاختلاف عند اللاعب، يعني انتقال اللاعب من نادي الى اخر وهم في نفس يعني في المملكه، في نفس البلد، ما بالك لاعب جاي من الارجنتين للسعوديه. فبالعكس موفق، يا ريت تفيدنا في هالموضوع. لا شوف يا خالد، هو دائما عمليه انسجام اللاعب وتاقلمه مع زملائه، خاصه اللاعب اللي بيجيك من امريكا اللاتينيه.
ما بيكون اللغه الانجليزيه. اللاعبين الارجنتينيين في كلام عنهم بهذا طبعا، لانه هو يحتاج انه يتاقلم، يحتاج انك انت لما تنتقل من نادي لنادي، نحن بنشوف حتى في سوق الانتقالات لاعبين داخل السعوديه وسعوديين بينتقلوا ما بيحقق النجاح مباشره، فيحتاج وقت اطول انه يتاقلم. انت كابتن حمزه لما انتقلت من احد الى الاتحاد، انا قعدت موسم كامل في الاتحاد بين اصابه وبين عدم تاقلم. الموسم اللي بعده انا زملائي لاعبين الاتحاد، يعني كان احمد جميل والخليوي واكثر من لاعب في الاتحاد، كنا زملاء في المنتخب دائما نلعب ضد بعض، فكانت العلاقه قويه. عامله اللغه انه يخلي عندك انسجام اقوى وتاقلم اسرع. هذا كله ما يعني اللاعب الاجنبي اللي بيجيك من خارج السعوديه احيانا بيفتقده. كاماتشو مع الاهلي انتقل من الاهلي للشباب، فكاماتشو عايش في البلد يعني 6-7 سنوات، لعب في الهلال، لعب في الشباب. لاعبين الاهلي عارفين طريقه كاماتشو، فاللاعب احيانا يحتاج، خاصه لاعب الوسط. يعني اللاعب شفناه يعني بالنسبه لموراليوس قبل انتقاله او قدومه للاهلي، لاعب صاحب امكانيات عاليه، لو كان اي احد فكر في خيارات كان ممكن يختاره لاي نادي في السعوديه. كامكانيات ما نتكلم عن امكانياته عاليه. مساله التاقلم والعطاء هذه احيانا وفي نقطه موفق. كاماتشو العام الماضي كلنا نذكر في اول 10 جولات او 11 جوله كان الغالبيه سواء الجماهير او الاعلاميين كانوا يطالبوا بالغاء التعاقد مع كاماتشو. بعد الاسبوع العاشر او ال11 بدا انطلق كاماتشو وغير شكل الفريق يعني، وكان له تاثير كبير العام الماضي بالمجموعه اللي كانت ساعدت كاماتشو على النجاح ايضا. مهندس، ما اعرف اذا كان مقنعين لك اللاعبين الاتحاد الاجانب، اختياراتكم تشوف انها موفقه؟ نعم كلها موفقه الحمد لله. وزي ما قال سمو الكابتن حمزه، يعني اللغه هاجس بالنسبه لهم، خصوصا انه ما يتكلموا لغه غير لغتهم، يعني سواء انس يتكلم كرواتي ولا سوزا يتكلم برتغالي، فبالتالي هذه. لكن الان اليوم تقابلت معاهم بدا يتكلم كم كلمه عربي حتى، شايف؟ فمعناها التاقلم اصبح قريب بينه وبين زملائه، ولو اتاقلم حيؤدي ان شاء الله باذن الله. طيب، في جانب ثاني، في كروت بطاقات صفراء مقلقه لكم في مباراه الذهاب مهندس؟ لانه في اكثر من لاعب مهدد بالبطاقه الصفراء. المدرب هذا الموضوع تكلم فيه مع اللاعبين؟ اكيد يعني مقلقه زي ما هي مقلقه للاهلي يعني. صحيح يعني نفس الفريقين عندهم 4 4 لاعبين مهددين، بعدين ما عنده غير بطاقه ثانيه او يحرم من المباراه الثانيه. هذه نتيجه مباراه مهندس 4. لا، في نقطه ابو خالد يعني بالنسبه للاهلي والاتحاد، يعني الاهلي طموحه في المباراه الاولى يختلف. يعني هو الاهلي يمكن يبحث عن تسجيل هدف حتى لا قدر الله حاله الخساره، يعني هو يهمه انه يسجل. الاتحاد يهمه انه هو ما يستقبل في المباراه الاولى، لانه برضه معادله الاهداف لها دور مهم. اكيد. سمو الامير، قبل ما ننهي، اكيد تود تقول كلام معين او حديث معين او توجه اي شيء تريد ان تقول، ان كان للجمهور ان كان لغيرهم، وانت طلبت منا انه في النهايه جمهور الاهلي والاتحاد يكونون مع بعض لنشيد واحد، والان احنا ان شاء الله بنكون في ختام هذا النقل بنكون بهذه الصوره. اولا خرج الله، انا اشكركم واشكر اخي المهندس محمد الفايز والكابتن حمزه ادريس على قبول الدعوه. الحقيقه كلمتي تعتمد للجماهير عموما، جماهير الاهلي او جماهير الاتحاد، انه باذن الله راح نبارك للفايز بنتيجه المباراتين. اتمنى انه ننقل الصوره الحضاريه عن المملكه العربيه السعوديه، الصوره الاسلاميه الحقه، الحب والانتماء لهذا الكيان. هذا كله حيبان علينا هم من المدرج. رسالتي الى المدرجين انه الفريقين بحاجتكم. اي تصرف خارج عن الروح الرياضيه سيكلفنا او حيكلف الناديين، نعم، ربما بحرمان او بغيره. اتمنى ان شاء الله انه جميع ما نسمعه انه تكون ان شاء الله، يعني اتمنى ان شاء الله ان هالكلام كله ما يكون صحيح يعني، وباذن الله انه تطلع مثل ما احنا متعودين كثير في مباريات الاهلي والاتحاد. الروح الرياضيه هي السمه، والروح الرياضيه من قبل المباراه واثناء المباراه وبعد المباراه كانوا يطلعوا من المدرج
في سيارة واحدة نصها أهلاويين ونصها اتحاديين بإذن الله. مهندس سريع، إذا لك تعليق أخير. التعليق الأخير إنه أنا واثق في الجمهور، إنه الجمهور على مستوى عالي من الدراية ومن الثقة. وواثق منه إنه إن شاء الله ما يكون خارج عن النص في التشجيع، بيكون هذا. وطبعا أنا أعتذر منهم ولو إنه مو سببي، من صغر الملعب وعدم وجود التذاكر. على أي حال، شكرا جزيلا لحضوركما، شكرا لسمو الأمير فهد بن خالد على تواجده معنا وتلبيته هذه المبادرة وهذا التواجد، وهذا ليس مستغرب سمو الأمير عليك، أنت إضافة مؤكدة للوسط الرياضي. شكرا مهندس محمد فايز على تواجدك وعلى مبادرتك أيضا أن تكون معنا وأن تكون متواجدا في هذا المكان، وأنت رجل من حديثك ومن لهجتك الناس أحبوك، وبالتالي أنت تستحق كل الاحترام والتقدير والنبل. لك التحية والتقدير. شكرا لك. شكرا للكابتن حمزة إدريس محلل القنوات الرياضية السعودية، أنت في بيتك مؤكد لأنك في القنوات الرياضية السعودية. أكيد. شكرا الحقيقة للناديين الاتحاد والأهلي على هذا الأمر، وشكرا لكل من ساند هذه المبادرة. في النهاية هذا هو الجمهور الأهلاوي وهذا هو الجمهور الاتحادي، ستشاهدونه بعد قليل وهو الآن بهذه الصورة. شكرا لمدير مكتب رعاية الشباب في جدة الأستاذ أحمد روزي الذي كان معنا جهدا في هذا التواجد وهذا الحضور في الملعب. شكرا للأستاذ العزيز أحمد الزهراني على كل ما يبذله من جهد، وهو مدير ملعب الأمير عبد الله الفيصل، على كل الجهد الذي بذله. شكرا للأستاذ العزيز عادل عصام الدين مدير القنوات الرياضية السعودية الذي كان متواجدا معنا ولا زال وتابع كل هذه التفاصيل، وأيضا للزميل غانم القحطاني مساعد مدير القنوات الرياضية. شكرا فهد الزهراني المخرج، عبيد كعدور من الإعداد والذي بذل جهدا كبيرا، وفريق الإعداد بقيادة عبد العزيز الناجي وعايض القحطاني في الرياض كان لهما جهدا كبيرا إلى جانب عبد الخالق الحربي. شكرا للجميع. شكرا للزميلين العزيزين رياض المزهر وسمير الصوفي، بذل جهدا كبيرا في التنظيم للجماهير ولدعوتهما وحضورهما. كنا مؤكد نامل أن يكون بعدد أكبر من الجانبين، لكن هذا هو المتواجد، نشكرهم جزيلا. ونختم بهذا التواجد وهذا هذه الصورة التي ننهي بها برنامج الملعب في حلقته الاستثنائية من استاد الأمير عبد الله الفيصل. نعدكم أن التغطية ستستمر حتى موعد المباراة والحدث الكبير، إلى جمهور الاتحاد والأهلي معا في تعبير صادق عن الروح الرياضية العالية التي عرفناها تاجا لهما معا وعنوانا بارزا للجمهورين العزيزين. تفضل رياض، تفضل سمير، لكما الحديث وللجماهير الأهلاوية والاتحادية معا. شكرا لك رجا الله. الحديث راح يكون لجماهير الفريقين الاتحاد والأهلي أو الأهلي والاتحاد. راح نسمع معهم النشيد الوطني ونقول بسم الله 1 و2 3. مجد لخالق السماء.